كده مكسب وخساره وتعادل وكل حاجه وارده، والدوري لازم تشتغل على بطوله ومش هتكسب كل ماتشات. مفيش حد هيكسب كل ماتشات ولا حد هيخسر كل ماتشات. بس لو سمحت ابو كنين تقييمك في المباراه النهارده؟ انت مركزين ابو كنين ايه؟ معلش يعني بس نسمع تعليق حضرتك. عادي، ما كل واحد اشمعنى ابو كنين؟ كل اللعيبه معظمها مش في حالتها. معظمها مش في حالتها. اللي كان ماسك نفسه قوي مع احترامي كلهم يعني عملوا اللي عليهم، بس انا بتكلم اللي كافح قوي هتلاقي واحد عبد الشافي. انت فاهم؟ انما ما تقوليش بقى هو انت فاهم. وبعض الناس اجتهدت في نص سوا عبد الواحد سوا. انا مش عايز افرق، انما عشان بتقول ابو كونيه زي كل اللعيبه مش في حالتها، وارد جدا وممكن ابو كونيه يكسبك ماتش عادي يعني ما الماتش الجاي اسماعيليه يا كابتن، فكرتوا في الموضوع ده؟ يعني ما احنا ورانا ايه نفكر فيه؟ تمام. احنا تفكيرنا كله في الماتشات الدوري عادي جدا، وهو زي ما بنقول ما حدش هيكسب ماتشات كلها ولا حد هيخسر ماتشات كلها. انت بتلعب على بطوله، وارد في البطوله بيحصل حاجات كتيره، انما لحد ما اخر ماتش في الدوري ان شاء الله بنكافح عشان نفوز بالبطوله ان شاء الله. لسه وفي الناس اللي لو حواليك مش عمرهم ما يكسبوا كل الماتشات، واحنا نفس الشيء، مش هنكسب كل الماتشات ولا هنخسر كل الماتشات. ففي لسه فاضل 10 ماتشات تقريبا، فيهم حاجات بره كتيره. المهم اللي حققه الزمالك على بتروجيت بعد الفوز المهم اللي حققه الزمالك 12 ايه بس 10 جوزيه قال احنا هنبارك للزمالك لو فاز بالدوري. في حرب نفسيه بين المدربين والتصريحات بين مانويل جوزيه بيحاول يبعثها ليه يا عم. انا مالي ومال جوزيه يا عم، كل واحد في حاله. مالي ومال مانويل جوزيه. لا هو قال لو الاهلي خد الدوري هنبارك له. ده قال التصريح ده بعد مباراه بتروجيت. طيب راجل كويس، لو قال خلاص مش قال لك هيبارك لنا ان شاء الله هيبارك لنا. بس ولسه الدوري في ماتشات كتيره عندنا صعبه، والفرق الثانيه كلها احنا بنتنافس مع اكتر من فريق، يعني المنافسه مش في فرقتين ولا فرقه، في 4 فرق ولا حاجه بتنافسوا، فلسه بدري. لسه بدري وعادي جدا يعني عادي. بس هو الحاجه اللي ممكن تكون مزعلك شويه ان اللعيبه لو مش في حالتها، لو في حالتهم النهارده انما ان شاء الله كبوه